كنتم. الغاز الطبيعي هو أحد المصادر الرئيسية في التحول الطاقي، وفي وقت تعاني فيه معظم دول العالم من أزمة طاقة، يجند المغرب كل الإمكانات اللازمة لتعزيز سيادته في هذا القطاع. على مدى 21 سنة الماضية جهود كبيرة بذلت في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، استثمر فيها المغرب ما يناهز 29 مليار درهم ما بين سنة 2000 وسنة 2021، استثمارات مكنت من حفر 67 بئرا ثم العثور في 40 منها على الغاز الطبيعي حسب معطيات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن. ووفق خبراء الحتمية الجغرافية للبلاد تشير إلى وجود احتياطات كبيرة من الغاز في البلاد، وضع جعل شركات عالمية تتهافت على المملكة من أجل الحصول على عقود للاستكشاف والتنقيب